أيها الحضور الكريم، باسم حزبنا الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري نحييكم جميعا ونشكر لكم حضوركم ومشاركتكم معنا لإقامة هذا الحفل التأبيني في أربعينية الأخ العزيز والرفيق المخلص المناضل أحمد مجدل أبو مسعود، الذي وافته المنية يوم الاثنين 14/9/2020. نشكركم ممثلي أحزاب المجلس الوطني الكردي وعموم الأحزاب الشقيقة والصديقة وكافة الفعاليات الاجتماعية والثقافية والشبابية والنسائية، لأن حضوركم هو التعبير الحقيقي عن وفاء شعبنا وتقديره للمناضلين. أيتها الأخوات، أيها الأخوة، تعلمون جميعا من هو أبو مسعود بما يحمل من سجايا طيبة وخصال حميدة، من طيب المعاشرة ودماثة الخلق، ما جعلته شخصا يمتاز بصفات ومزايا اجتماعية لها خصوصيتها خاصة، وإنه نشأ وترعرع في المحيط الريفي المعروف بالكرم والسخاء، وبنفس الوقت بالبراءة وعزة النفس والشهامة، وكذلك تفاعله مع المحيط المدني الذي أكسبه الأسلوب المرن والسهل في التعاطي والتعامل السلس مع الجميع.